السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس ايزي انجلش بالدارجة. الدرس اليوم ان شاء الله الثالث في دروس الرايتنج غادي يتمحور حول ان شاء الله الديسكريبشن اوف ا بليس. غنحاولوا فيه نطرقوا كيفاش نوصفوا مكان باللغة الانجليزية. رايتنج كتابة. باش نوصفوا اي مكان في اللغة الانجليزية ضروري نبازيو على 7 الحوايج. اول حاجة name of the place، يعني اسم المكان، مراكش، أوريكا، أوزود، باري، لندن etc. و geographical location اللي هو المكان الجغرافي in the west, east, north, south، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، في الأعلى، في الأسفل، في الوسط. the weather اللي هو الجو cold, hot, rainy, cloudy, clear, windy, warm, freezing، بارد، ساخن، ممطر، غائم، صاحي، يعني فيه شوية هواء، warm دافئ، وفريزين جامد. people اللي هم الأشخاص، يعني friendly, funny, generous, honest, modest و grateful. friendly هما لطفاء، funny يعني hilarious يعني مضحكين، generous كرماء، honest صادقين، modest و grateful. عندنا موراها monuments اللي هما الأعلام أو لا شي حاجة اللي هي قديمة، يعني اللي يمكن الناس الزيارة ديالها. كمثال عندنا charming، عندنا lively، touristic، amazing، ancient و lovely. عندنا food اللي هو الأكل delicious، spicy، tasty، yummy، sweet. وعندنا suburbs اللي هي peaceful، wild، clean، noisy، overpopulated و etc. اما بالنسبه للرايتين ديال اليوم ان شاء الله فاننا نركزوا على اننا نخدموا على مراكش اند اوريكا. غنخدموا على مراكش، ولكن اوريكا اننا باش نوظفوا دي فوكاب لهم اكثر ونشرحوا اكثر ونستافدوا اكثر ان شاء الله. في البدايه غادي نبداو بكي تيك اواي. عندنا جيوغرافيكال لوكيشن، عندنا ويذر، عندنا بيبل، عندنا هيستوريكال مونيمنتس، عندنا فود، عندنا سترابس اند سراوندينغز، وعندنا الكلاوزين اللي هو النهايه ديالنا. اللي في الاخير ديالنا غنعطيو واحد المثال نشرحوا فيه ولا نديروا فيه وان باراغراف اساي على مراكش. منين كنهضروا على مراكش اندوريكا we are talking about two places at two atmospheres، يعني كنهضروا على جوج الامكنه وجوج ديال الاجواء. عندنا مراكش سيتي، عندنا فيها ancient مدينه، عندنا فيها بلاسين سوكس يعني اسواق عالميه ولا تقليديه، وعندنا ايكونوميك مونومنتس عندنا معالم اثريه. بينما فيما كنهضروا على اوريكا فاننا كنهضروا على اطلس ماونتن سيتين، يعني فيو اوف جبال اطلس، ريفر فالي يعني كنهضروا على الوادي، وكنهضروا على كولر يعني كنهضروا على الجو بصفه عامه. فبينما كنهضروا على where are Marrakesh and Ourika. Marrakesh is in the south of Morocco, central southwestern area، يعني جايه في وسط المملكه في الجنوب الغربي ديال المملكه. عندنا near the full hills of the high Atlas mountains، جايه في السهول الكبرى ديال جبال الاطلس. بينما أوريكا جاينا في جبال عندنا in the Atlas mountains أوريكا valley، وجايه تقريبا around 30 kilometers south of مراكش في جنوب مراكش. كجزء ثالث غنلقاو راسنا اننا كنهضروا على كليميت كونتراكتس، او لا كنهضروا على الفوارق ديال لاكليم ما بين مراكش وما بين اوريكا. مراكش هوت اند ساني، يعني مراكش مشمسه وساخنه، بينما اوريكا يعني كالر شويه بارده عليها. كنلقاو بان اوريكا more refreshing during hot periods in the city، يعني اوريكا بارده على الايام المشمسه او الحاره، عكس مراكش اللي هي دائما warm والسانيوير all يعني all years except winter اللي هو كتكون معتدله. بينما ننتقل للجزء الرابع اللي هي people فيهم بجوج، يعني لا في أوريكا ولا في مراكش friendly hospital و generous، يعني shared impression in both places friendly كما قلت لك hospital و generous. بينما مراكش fast بيست سيتي، يعني الناس متعودين على الاسواق تما اكثر ومتعودين على التوريست، يعني هاف مور كامن ولا هاف مور انتراكشن ويز توريست. بينما اوريكا يعني كتخدم معاهم جوج، يعني occasionally with tourists and sometimes with locals.
كنقطة قبل الأخيرة كنلقاو عندنا historical monuments. مراكش عكس أوريكا فالي، كنلقاو مراكش more historical monuments، بينما أوريكا فيها هي الفالي. كنلقاو عندنا ancient مدينة، كنلقاو عندنا سوكس، كنلقاو عندنا places such as عندنا الباهية places، كنلقاو عندنا المنارة، كنلقاو عندنا iconic landmark اللي هي كتبية موسك اللي هي كتعتبر المنارة ديال مراكش، وهي يعني أبدع حاجة وأجمل حاجة في مدينة مراكش. As we all know that Marrakesh is considered one of the most cities visited in the world. So there are some flavors to remember there, such as tagines or couscous, and drinks mint tea. يعني طاجين وكسكس كيبقاو واحد من يعني الاطعمه اللي الذكرى، والمانتي اللي هو اتاي بالنعناع ديالنا، يعني من الافكار الرائعه اللي يمكن انك تهضر عليهم وبامكانك انك تقولهم بكل فخر واعتزاز في اي سؤال، في اي رايتين، في اي اجابه اللي هي كتعلق بالمدينه ديال مراكش. كمقارنة أخيرة غادي ندوزو للبيزي سيتي ايجز فيس يعني مقارنة بيسفل فالي. يعني المدينة عندنا في مراكش از بيزي، عندنا فيها بلاصين ويت بيبل a mix of modern life and traditional rhythm، يعني فيها واحد الميكس ما بين modern life و traditional rhythm، يعني فيها واحد الأيقونة ما بين لافي تراديسيونيل ولافي مودرن. بينما أوريكا فاليز كنلقاو فيها أن بيسفل، كنلقاوها يعني هادئة وما كنلقاوش فيها مشاكل، عكس المدينة، ومحافظة على التقاليد وعلى العراقة والأصالة ديال كل شيء، يعني ديال الأشخاص، ديال الأكل، ديال كل شيء. وفي الاخير ككونكلوجن غادي نعطيو وان باراغراف اساي اللي هي ديالنا ان شاء الله على مدينه مراكش، ان يعني يمكن لك تبدل مدينه مراكش بشي مدينه اخرى، ويمكن لك تبدل داك لي سيمبول اللي هما د المدينه اللي هضرنا عليهم، داك لي 7 ستيبس، تبدلهم كيف ما بغيتي وتلعب بالباراغراف اساي كيف ما بغيتي. غادي نبداو. The place that I like most is the city of Marrakech. المكان اللي كنبغي اكثر هو مدينة مراكش. It is located in the middle of the kingdom of Morocco. هي تقع في وسط المملكة المغربية. All of people comes to the city to enjoy its weather. يعني الناس كلهم كيجيو باش يستمتعوا بالجو ديالها. Food، أكل. Local people يعني الناس الأصليين. Interaction and historical monuments، يعني المبادلات التجارية اليومية ما بين الإنسان ولي مونيمون توريستيك ديالها، تاريخية والغير تاريخية. Millions of tourists go to Marrakesh because they like the weather there. يعني ملايين من السياح كيجوا لمراكش لأنهم كيبغيو الجو هناك. It's usually hot، إنها عادة ساخنة. But sometimes it warms in the morning، ولكنها بعض الأحيان كتكون دافئة في الصباح، يعني في الصباح. مراكش is well known، يعني مراكش معروفة for ancient المدينة القديمة، وعندنا باستين سوكس يعني الأسواق الكثيرة، كتبية موسك، مانريت يعني معروفة بالكتبية اللي هي سيتي سيمبل يعني رمز للمدينة، which make it unique and admirable، يعني اللي كتجعلها انها معروفة ويونيك، يعني معروفة للاشخاص ومعروفة بالزيارة ديالهم لذاك لهاد المعالم التاريخية. concerning the residents، يعني بخصوص الساكنة، they are polite يعني مهذبون، reserved and punctual يعني كيحافظوا على المواقيت وكيحترموا الاشخاص. for food، بالنسبة للأكل there are some special dishes، يعني كاينين واحد الأطباق خاصة you can taste، بإمكانك تذوقها. عندنا traditional one is طنجية، معروفة مراكش الطنجية. it is very delicious and tasty، يعني أنها لذيذة وغنية بالأذواق. a great number of people love this food، يعني عدد كثير من الناس كيبغيو هذا الأكل هذا. other dishes include tagine، بسطيلة and couscous. they are all mouth worthy، يعني أنهم يستحقون الأكل. عندنا there are numerous يعني عديد historical monuments to cite there such، عندنا باهية place، كتبية موسك، minaret جامع الفناء، and المنارة. they are ancient but highly attractive، يعني عندنا بزاف ديال لي مونيمون اللي بإمكان الشخص يزورهم اللي ذكرنا الاسم ديالهم بسبب أنهم يعني قدام وكيستحقوا الزيارة.
عندنا the Serbs يعني النواحي this place are وريكا فالي يعني وادي وريكا سيدي إبراهيم وإمليل أنت حنوت they are all peaceful and beautiful يعني أنهم جميلين وهادئين overall عامة مراكش is worth visiting and tourists never regret going there it's really fabulous يعني الناس عادة ما كيحبوا انهم يجيو لمراكش وما كتندمهمش يعني الزيارة ديالها ومع عمرها كانت من لي ريغريت ديالهم. شكرا جزيلا على المشاهدة. thank you all for watching.